شفت هذا الفيديو ديال هاد السيده اللي صايبه السفه بالحوت، واليوم غنجربها معاكم. تبعوا معايا المراحل وخليكم حتى للتالي باش نقول لكم واش تستاهل التجربه او لا. لهاد الوصفه غنحتاجوا الكروفيت. دونك انا خديت هنايا كروفيت مشرمل وكروفيت هذا اللي بالقشور اللي كيطيب وكيتنقى. تقدروا تكتفيو غير بواحد فيهم اللي بغيتو. انا هذا بغيت نديرو للتزيين وهذا غنديروه في الوسط ديال السفه. خديت السومون، خديت معاه حوت اللي كيكون منقي من الشوك، وعندي هنايا لي زانو د الكالامار. البنات بالنسبه للحوت ما تكلفوش على راسكم، تقدروا تستعملوا اي حوت وتخدموا باي حوت فضلتو او بغيتو. يعني ماشي ضروري تستعملوا هادشي اللي انا استعملت، تقدروا تستعملوا اي نوع بغيتو. وبيان سور الصفه اللي طالع عليها الفيلم كله انا كنستعمل ديما صفه من لا مارك داري. ندوزو دابا المراحل ديال الوصفه. بالنسبه للتوابل والشرموله ديال الحوت غنحتاجو معدنوس تقريبا ربطه، غنحتاجو 4 ديال الدراس ديال الثوم محكوكين، غنحتاج بابريكا، كمون، فلفل حار والابزار، غنحتاج زبده حيوانيه، وغنحتاج صوجه. ومن بعد فاش نكون كنقلي الحوت غنبقى اشاك فوا نزيد في المقله معاه باش هكا نوفر على راسي كثره المراحل. كنخدم الشرموله هي الاولى وكنمشي كنقلي الحوت ديالي اشاك فوا مع الشرموله. نسيت ما قلتش لكم قبيله غنحتاجو حتى زيت الزيتون. غنبدا نزيد زيت الزيتون مع الزبده، غنزيد واحد شويه ديال لاصوص الصوجه ما نكثرش. ودابا غادي نهبط التوابل ديالي كاملين في الشرموله. ما غاديش ندير فيها الملحه حيت الحوت ديجا مالح، ويعني او فور يا ميزور غنبقى نزيد، ولكن غير القياس، غير شويه. فوالا في مقله غندير واحد شويه من التتبيله اللي صايبت، وغادي ندير بصله ونص وغنخليهم كيتشحروا. المهم الا كانت عندكم البصله صغيره غديروا 2 بصلات، الا كانت عندكم كبيره ديروا بصله ونص. غنزيد ليهم شويه الزيت وغادي نقفل عليها ونخليها تشحر مزيان حتى تهبط. غنحرك هادشي مزيان. من بعد ما تشحرات ليا البصله مزيان دابا غنبدي كنقلي في الحوت. غنبدي بالصومون اللي ما غنخليهش يتقلى حتى ينشف. صافي هو غير كيبدا يبدل اللون ديالو، يعني كنقلبوه من كل جهه كيكون طاب، حيت لا طاب بزاف كينشف وكيجي المذاق ديالو شويه خايب. ماشي المذاق ديالو كيجي شويه خايب مي ما كيبقاش زعما زوين. هو من الاحسن يطاب يعني القياس. صافي دابا غنبدا كنحايد فيه. ودابا غندوز نقلي هاد الهبره. غنزيد عليها شويه د الملحه، وملي نحس بيه يكون تقلى وطاب نقلبو. صافي دابا هذا راه وجد. صافي دابا غادي ندوز نقلي اللي بقاو، حيت هادو شويه ديليكا، يعني السومون والهبره من الاحسن تقليو كل واحد بوحدو. اللي باقي غنديرو نهبطو كامل في المقله. المهم على حسب نتوما، الا عندكم المقله كبيره تسع لكم كلشي تقدروا ديروا كلشي خطره وحده، سينو كملوا حاجه بحاجه. المهم غير مع الحوت عندك ويشمتكم في الملوحه، حيت شي مرات كيكون مالح بزاف وكتبقاو غير ديروا في الملح حتى كيصدق لكم الماكله تجيكم مالحه بزاف. المهم هادشي راه تقريبا وجد. بما انه يعني راه على حال يطيب غندير له بحال هكذا، وغنزيد معاه الكروفيت اللي بالقشر ديالو. هذا انا الغرض منه صراحه باش نديرو على الفوق ديال السفه باش نزين به. صافي دابا غادي نحايد لي كروفيت هادوما اللي بالقشر. هاد الماء ماشي مشكل، غنحتاجوه باش نرويو به السفه، باش ما تجينيش السفه ناشفه.
دابا غنرجع هاد الحوت اللي كنت قليت في الاول، غنرجعو هنايا باش نسد عليهم ونخليهم دو كوتي بما وجدت الصفه. صافي دابا غادي نطفي عليها وغنسد عليها ونخليها جانبا حتى نصايب الصفه. دابا البنات بالنسبه للصفه غادي انايا ندير الطريقه العاديه، الطريقه اللي بها كيخدموا مواتنا اللي كبرنا بها واللي كنعرفوها ديما. يعني ما غنخوي عليها ما سخون، ما غتخوي عليا ما سخون، غنخدمها نورمال، نفورها 3 تفويرات. السلام عليكم تربح. الحاجه اللي غادي نبدا بها اولا هي انني غندير عليها الزيت، وغادي ندوز نحاول نلبس هذاك الزيت بحال هكا. هاد المرحله ما غنزيد ليها لا ملحه لا حتى شي حاجه، غادي غير نزيتها ونديرها كتفور. غندوز دابا نديرها في كسكاس. انا هنا غنستعمل الكسكاس ديال الترموميكس، نتوما غتستعملوا الكسكاس اللي موالفين كتفوروا فيه، يعني عادي جدا. واحد لاستيوس هنايا اللي غتعاون الصفه اولا الشعريه طيب دغيا، هي انكم ديروا لها واحد المنديل بحال هكذا لداخل باش يشرب داك البخار اللي يكون كيطلع منها وكيبقى لداخل، يعني ماشي كيخرج وكيزيد يرطبها دغيا دغيا. صافي دابا غادي نحيد هذيك الصفه من الكسكاس. هانتوما شوفوا هذا المنديل كيشرب كاع داك البخار، وهذه راه مازال غير التصفيره الاولى. دابا غادي ندير لها الماء مزيان وغنحاول نحلها. هاد التصفيره الاولى غير ديروا ليها الماء، ما تخافوا والو، زعما راه غتشربوا كامل واصلا باقي سخونه، عطيو ليها مزيان الماء. صافي غادي نخليها بحال هكذا حتى تبرد شويه ونرجع عندها نحلها بيدي، عاد نرجعها تفور التصفيره الثانيه. صافي دابا من بعد ما خليتها شربت هذاك الماء وبردت، غادي نرجعها تفور مره اخرى وبنفس الطريقه. وها هي دابا من بعد التصفيره الثانيه غادي ننزلها ننزلوها عاوتاني بحال هكا ونبداو كنحلو فيها غير بشويه. دابا ما غنكثروش الماء، غنديرو غير واحد شويه. المهم بالمقارنه مع الاول غنديرو تقريبا نقولوا واحد الربع ديال الكميه. وفي هذه المرحله غادي نديرو لها الملحه باش ما تجيناش باسله. غنخليها تبرد غير واحد شويه، غير كنفسها كنحاول نخرج من هذاك الهواء اللي راه سخون ونولي نرجعها تفور للمره الثالثه. صافي دابا من بعد ما بردت غادي نحاول ديجا نحلها بحال هكذا. صراحه راه اصلا كتجي محلوله، شوفوا كيفاش كتجي خفيفه وما معجنه ما حتى شي حاجه، وحبه على حبه. صافي دابا غنزيد ليها واحد التصفيره وهكا غادي تكون واجده معنا. شوفوا داك المنديل مسكين راه تقال بالماء. ونديها دابا للتصفيره الثالثه. صافي دابا انا ساليت التصفيره الثالثه. هاد السربيته راه كتكون سخونه. صافي غنبدا عاوتاني كنحلها غير هكا بشويه. صافي دابا راه وجدات، غنخليها غير شي شويه تبرد باش ندوز ندريسي البلا ديالي. صافي دابا هنا غادي نمشي بنفس المنطق ديال الصفه، غندير واحد الطبقه ديال الشعريه لتحت بحال هكا. من بعد غندوز ندير هاد الحوت اللي ديجا طيبنا، ناخذ عاوتاني الهبره نديرها، نخليها قطع كبيره، ولكن الا بغيتو تفرتوها لكم الاختيار. نفس الشيء عاوتاني غندير السومون، غنروي فوقهم غير واحد شويه باش ما تجيش ناشف داكشي. ونعاود دابا نحط الطبقه الثانيه من الشعريه. وللتزيين من الفوق غنحط هاد لي كروفيت اللي صايبت بالقشر ديالهم، وغادي نزيد حتى واحد العويدات اللي درت فيهم زيتون وفرomage
المهم التزيين كيبقى لكم اختياري، تقدروا ديروا داكشي اللي بغيتو واللي متوفر بلا ما تكلفوا على ريسانكم. وهذه هي النتيجه النهائيه ديال السفه بالحوت. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي هماويه وفريمون بريستيج بزاف بزاف. وصراحه فكره مبدله، نخرجوا شويه على المعتاد ديال السفه بالدجاج، دابا صوبناها بالحوت. غادي ندوز لمرحله التذوق وخليكم معايا تشوفوا كيفاش جا المذاق ديالها. بسم الله. المذاق جا دمار، جا فريمون شي حاجه اللي صافابيل بسطيله د الحوت. سا سي سيغ راكم حتى نتوما تكونوا توقعتوها وانتوما كتفرجوا في الفيديو، مي المذاق جا خطير، ما توقعتش غيجي كاع هكا صراحه. كي بديت نصايب هاد الوصفه كان عندي تحفظ كبير، ولكن دابا جو فاليد 100%. نتمنى حتى نتوما تجربوه حيت سي سيغ غادي تعجبكم 100%، غتعجبكم. وما تنساوش ديروا لايك وحفظوا الفيديو باش ترجعوا ليه مره اخرى ان شاء الله، وبالصحه والراحه.